ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنيجي للجزء المهم في السلسله بتاعتنا، وهي ايه؟ انواع الدايت. واكلمك في السلسله دي عن انواع دايت زي الصيام المتقطع والكيتو دايت والفيجل دايت والاكتنز دايت والباليو دايت ودايت البي اس ام اف. اكلمك عن كل نوع منهم ونشرحه بالتفصيل. نتكلم في الاول عن الصيام المتقطع. بمناسبه دخول شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فانت ممكن تطبق النظام ده من دلوقتي، تأهل نفسك ان انت تمشي على النظام الغذائي في رمضان ازاي. طيب ايه هو الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع ده شباب ان انت بتصوم عن الاكل لمده معينه في اليوم، بتوصل ل 16 ساعه. انا عن نفسي بطبقها زي رمضان، بصوم 16 ساعه عن الاكل بس في خلال الصيام ده انت بتقدر تشرب ميه وعصاير فريش بدون سكر. طبعا ده بيكون ضمن احتياجك من السعرات، وبتضم كل الوجبات بتاعتك على مدار اليوم في ال8 ساعات اللي انت هتفطر فيهم. يعني مثلا لو انت هتطبق نظام الصيام المتقطع الفتره دي لحد ما توصل لرمضان، فانت هتبدا صيامك من بعد الفجر لغايه المغرب، واللي هو بيكون حوالي 14 ساعه بتصوم فيهم عن الاكل بس، وبتشرب الكميات الكافيه بتاعتك من الميه على مدار يومك، وبتحصل الوجبات بتاعتك في ال6 او 8 ساعات اللي انت بتفطر فيهم. يعني من بعد المغرب بتبدا تاخد الوجبات بتاعتك. طب انت في الصيام ده تقدر تتمرن قبل ما تفطر؟ تقدر تتمرن قبل ما تفطر، لان هيكون في ميه على مدار اليوم. بس الاحسن ان انت تاكل وجبه الاول وبعد كده تبدا تتمرن، عشان يكون في عناصر غذائيه دخلت جسمك تديك طاقه ان انت تقدر تكمل التمرين بتاعك وتحافظ على شده التمرين. طب اول وجبه انت هتبدا بيها ازاي؟ خلي اول وجبه محتوي على كل عناصر غذائيه من كارب وبروتين وفات، وتعلي فيها نسبه الكارب شويه، وتكون وجبه كمياتها قليله. تابع السلسله بتاعت فيديوهات رمضان، هتبدا ان شاء الله من اول يوم على مدار رمضان كله هيبقى في 30 نصيحه، كل يوم نصيحه اكلمك فيها عن التغذيه وازاي تنظم الدايت بتاعك في رمضان، وتتمرن امتى، وايه كميات الاكل المناسبه ليك قبل التمرين وبعد التمرين. استنى الفيديوهات دي برده تابعها. طيب هتبدا باول وجبه، هتاكل فيها شوفان زي ما قلت لك، وموزه وبلحه او 2 وكوبايه لبن، وممكن تحط معلقه عسل وسكوب بروتين، ولو مش متوفر البروتين فانت ممكن تحط معلقه عسل وتكتفي بالوجبه دي، وبعد كده تنزل تبدا تتمرن. لازم تكون عارف برده ان انت لازم تاكل الوجبه دي وتقعد ساعه او ساعه ونص قبل ما تبدا تتمرن، عشان يكون جسمك ابتدى يهضم الوجبه كويس. وبعد التمرين هتاكل وجبه كويسه فيها كارب وبروتين، يعني مثلا ممكن تاكل رز وفراخ او رز وسمك بكميات كويسه. طبعا كل ده بيكون محسوب في خلال سعراتك الحراريه. تاكل وجبه كويسه وبعدها بساعه او 2 هتاكل وجبه تاني، وتكمل كده لحد السحور. يعني انت تقريبا هتاكل 4 وجبات من اول الفطار لحد السحور. تعال بقى اقول لك ايه فوائد الصيام المتقطع. اول حاجه ان هو بيساعدك على النزول في الوزن، وبيقلل مخاطر الاصابه بامراض السمنه، وبيقلل خطر الاصابه كمان بمرض السكري، وكمان بيقلل خطر الاصابه ببعض انواع السرطان. كمان في مجموعه من الابحاث اتعملت على نظام الصيام المتقطع، وقالت ان هو بيساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الحالات المرتبطه ببعض الامراض زي الزهايمر والتهاب المفاصل والربو والتصلب المتعدد والسكته الدماغيه. لازم تكون عارف ان نظام الصيام المتقطع زي بقيه الانظمه الغذائيه ما ينفعش تمشي بيه مدى الحياه، لان انت برضو في وقت بتحتاج فيه ترفع نسبه الكارب، وفي وقت جسمك ما بينفعش ان هو يمشي على نظام زي ده. لازم كل فتره توقف النظام ده وتبدا تمشي بالنظام المعتدل. لازم تعرف كمان ان الصيام المتقطع ده نوع من انواع تنظيم الوجبات بتاعتك، مش نوع دايت لازم تمشي بيه، لا ده هو بس كل حكايه ان هو بينظم الوجبات بتاعتك على مدار اليوم وكتغيير للروتين بتاعك.